مساء الخير عليكم ويا رب تكونوا بخير وكويسين، ونتمنى ان نال مضمون الحلقه يعجبكم. في البدايه احب انوه واكد ان في حلقات الشهر من المشاهير احنا بنعمل تحليل للشخصيه اللي بنتكلم عليها من خلال حواراتها وتصريحاتها، وبنقول بيانات عامه عليها معروفه ما اتكدبتش من صاحبها. وكمان من تحليل الشخصيه دي احنا بنعمل تسليط للضوء على فكرها ووجهها الاخر بدون توجيه اي اساءه او نقد ليها. بنسيب ليكم انتوا القرار للحكم على مدى مصداقيه الشخصيه دي معاكم، انتوا اللي بتحددوه بعد عرض التحليل الكامل الخاص بالشخصيه بتاعه الشهر بتاعنا. هدفنا فقط التوعيه وعرض الوجه الاخر الخفي لشخصيه الشهر بصوره مبسطه وحياديه. وكمان نحب ان ننوه ان احنا اي شخصيه احنا بنتكلم عنها وبنعرضها ملناش صله بيها من قريب او من بعيد، احنا واقفين موقف حيادي. ويلا بينا نتعرف على الوجه الاخر لشخصيه الشهر اللي احنا فيه مع الاعلاميه اللبنانيه رغداء شلهوب. مين هي رغداء شلهوب؟ أو المعروفة باسم رغد شلهوب. رغد شلهوب من مواليد 14 مايو سنة 76 بيروت لبنان، خريجة كلية الإعلام والتوثيق من الجامعة اللبنانية. اتجوزت في 2008 من راجل لبناني اسمه ايلي بعد قصة حب معروفة للجميع، وهي عندها بنت وحيدة اسمها ناي من مواليد 2009. اشتغلت رغد كممثلة مرة واحدة في حياتها في المسلسل اللبناني حلو الغرام اللي اتعرض في 2013، وما قررتش تاني تجربة التمثيل. كان أول برنامج ليها بتقدمه كمذيعة لبنانية هو برنامج سواري، وهو برنامج حواري وكان بيتعرض على الشاشات اللبنانية. نقلت رغد خلال عدد من البرامج أثناء مشوار حياتها من شبكة أوربت الإعلامية ببيروت حتى وصلت لقناة الحياة بالقاهرة لتقديم البرامج الاجتماعية بداية من أكتوبر 2014 ولحد يومنا النهاردة. في مارس 2019 قدمت برنامج اسمه قطعوا الرجالة على قناة القاهرة والناس وقناة النهار، وفحص شامل و100 سؤال. دي أحدث برامجها الآن. تم تكريمها من الملتقى الإعلامي العربي في دورته ال14 في الكويت. أخذت لقب أجرأ محاورة تلفزيونية، وهنعرف ليه لقبت ولقت اللقب ده إنها أجرأ محاورة تلفزيونية مع بعضنا خلال حلقتنا النهاردة، فتابعونا لآخر الفيديو. بكده احنا عرفنا أهم المعلومات الأساسية عن رغدة شلهوب. يلا بينا ندخل على الوجه الآخر الخفي لأهم محطات حياة رغد شلهوب. صدر قرار إيقاف برنامج قطعوا الرجالة اللي كان بيتعرض في مارس 2019 لأن الحلقة الأخيرة منه تضمنت تهديدا واضح للثقافة الاجتماعية والدينية الراسخة في المجتمع المصري بشأن تكوين الأسرة. ولازم نفتكر أن جميع برامج رغد شلهوب حتى المعروضة حاليا بتعتمد على البروباجندا واستخدام شخصيات عندها جانب من الناس بتحبها وبتتكلم سواء الجوانب الشخصية أو العملية تحت مسمى السبق الإعلامي. وطبعا ده مش مهني لانه بيعتمد على الفضايح للشخصيه اللي بتستضيفها، وطبعا الشخصيه بتوافق علشان المبلغ اللي بتاخده عشان تطلع معاها. في نفس الوقت البرنامج بيحب يطلع ترند عشان يتعرف. وكمان هنثبت لكم النهارده ان ده على ارض الواقع من تصريحات رغد شلهوب نفسها. علشان كده هنلاقيها هي بتعتمد على اتجاه معين هنعرفه مع بعض خلال حلقتنا النهارده. رغد شلهوب صرحت في مايو 2018 انها بتشجع المثلية الجنسية، وانها ليها اصحاب واصدقاء مثليين سواء من الذكور او ساحقيات من الاناث. واحنا اتكلمنا قبل كده في حلقة الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية ان المثليين الشواذ في الذكور بيسمى مثليين، اما في حالة الاناث المثليين بيسموا الساحقيات. وان هي ما عندهاش، ده تكملة بقى تصريح رغد شلهوب، ان هي ما عندهاش اي مشكلة في الموضوع ده، وانها اصدقائها هي بتتقبلهم وبتتعامل معاهم، وكمان مقتنعة ان ليهم جميع الحقوق بتاعة الانسان العادي. وده طبعا من منطلقها اللي صرحت بيه شخصيا نصا بانها قالت الاتي: بيتحكم عن الإنسان على حسب إنسانيته مش على حسب ميوله الجنسية، وإنها عارفة إن الناس تقوم القيامة عليها بسبب الموضوع ده. ولكن رغد شلهوب قالت: أنا بكره الناس اللي بتحكم على المثليين، وإن إحنا ملناش دعوة بالحياة الشخصية لأي حد. وطبعا هي كده بتتبع اتجاه وفكر الزميلة ليها اللبنانية وهي نضال الأحمدية اللي بتشجع الموضوع دوت، وأقرت إنها جربته وبتجربه مع سحقيات، وإن
انها بتميل كده، يعني هي ليها في الرجاله وليها في الستات، يعني مزدوجه الميول الجنسيه. وانها ولو حضراتكم فاكرين الحلقه ديت هتلاقوا التفاصيل في الحلقه بتاعه نضال الاحمديه، وبرضه هنسيب لكم اللينك بتاع الحلقه دي في اول كومنت. فيا ترى انتوا شايفين راي ووجهه نظر رغد شلهوب صحيحه، ولا ليكوا انتوا راي تاني؟ شاركونا في الكومنت بآرائكم عشان نخلي بالنا من التصريحين اللي احنا لسه بنقولهم في اول حاجة بنكشفها من الوجه الاخر. رغد شلهوب هي في الاتجاه الاولاني بتاخد اتجاه عمرو اديب البروباجندا، بغض النظر ان ده يبقى له تأثيره ايه على المجتمع والبيت والأسرة والبيت المصري. وفي التصريح التاني الخاص ب يعني انها مقتنعة ان المثليين لهم جميع الحقوق، هي بتتبع نهج زميلتها نضال الأحمدية. نرجع تاني لوجهات ومحطات رغد شلهوب. صرحت رغد شلهوب في برنامج سطوح عم صلاح في 2007 اللي كان معروض على قناة الحياة تحت موضوع صراع الأجيال، وكانت رغد ضيفة على البرنامج. صرحت قالت ايه بقى؟ قالت ان الجمال يعتبر طريق الى اي نجاح، بس العقل مطلوب لنجاح البرنامج. وده تصريح بيثبت انها بتعتمد على البوم والفرقعة، وانها بتستخدم اي حاجة عشان توصل وتركب الترند. ليه بقى؟ لان هي عندها الجمال المقام الاولاني، مش مشكله المحتوى، مش مشكله ان انا بعمل فرقعه، مش مشكله ان انا بدخل في الحياه الشخصيه للناس، مش مشكله ان انا بقف مع جانب ضد جانب علشان اخد الترند. المهم ان انا اتعرف، المهم ان انا ابقى منتشره، المهم ان انا يبقى الناس متهافته على البرنامج بتاعي ويدخل لي فلوس، بغض النظر ان ده بيعمل هدم للبيت المصري او يعمل هدم في القيم بتاعه المجتمع اللي بيتابعها واللي بيتفرج عليها. وبغض النظر ان هي دايما طبعا ما بتبقاش موقف حيادي لما بتستضيف حد، هي لما بتدخل في الحياة الشخصية بتقف معاه ضد الطرف التاني، يعني مش بتقف موقف حيادي بره، لا، هي الناس اللي متابعه بره البرنامج بتاعها سواء الحالي او اللي قبل كده هيلاحظ النقط اللي احنا بنتكلم عليها. ولا انتوا شايفين ايه؟ برضو يعني شاركونا بالكومنت بتاعكم سواء انتوا متفقين معانا او مختلفين معانا عشان نشوف وجهات النظر المختلفة. نرجع تاني لتصريحات رغد شلهوب اللي قالت في نفس الحلقة برضو انها بتغير من اي ست جميلة، وانها بتحب في وشها عينيها. ولما رجعنا للتحليل النفسي لشخصيتها لقيناها انها سيدة تمتلك ذكاء اجتماعي، بس هي نرجسية وبتحب الشو بغض النظر عن الطريق اللي بيوصل لكده. يعني من الاخر ماشية بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة. وهسيب لكم انتوا الحكم على شخصيتها، بس افتكروا انها بتروج الافكار شكلها ازاي لكل المتفرجين عليها وعلى برنامجها. وشاركونا برأيكم برضو في الكومنتات بعد الحاجات اللي احنا بنقولها، وخصوصا ان هي يعني بتقول تصريحات غريبة انها بتغير من اي ست جميلة، مع كل ست فيها جزء من الجمال زي اي راجل فيه جزء من الجمال. حصلت أزمة بين رغد شلهوب وقناة الحياة بعد تأخير حصولها على مستحقاتها المالية، لما كانت القناة بتمر بأزمة مالية واللي كانت بتهدد بعدم القدرة على دفع الفلوس للضيوف. طبعا الضيوف اللي بيطلعوا علشان يستحملوا ان هم يتفتحوا قدام المجتمع وعلى الشاشة طبعا اكيد بياخدوا مبالغ محترمة، علشان كده ما بيقدروش يقولوا لأ. فطبعا في الموسم الثاني من برنامجها اللي هو اسمه فحص شامل كان حصلت أزمة مادية ما بين القناة وما بين المذيعة، لأن القناة مش قادرة توفر الفلوس، لأن الضيوف في منهم عدد كبير بيشترط الحصول على أجره كامل قبل التصوير، بيبقى قلقان تقريبا إنه ما ياخدش الباقي بعد ما يخلص الحلقة يعني. ورغد شلهوب نسيت تماما، وقفت القناة معاها في أول ظهور ليها لما جت مصر إن هي أصلا أصول لبنانية. وده برضو كان سبب من أسباب تحليلها النفسي اللي احنا عرضناه، إن هي مش بتشير الجميل لحد، وان هي عايزة توصل للحاجة اللي هي عايزة توصلها، بتدوس على اي حاجة بدون اي اعتبارات. بكده هنسيب ليكوا انتوا بقى القرار على الشخصية، ونتمنى ان حلقتنا تنال اعجابكم. وشاركونا في الكومنتات لو حابين نتكلم في مواضيع معينة نعرضها هنا على القناة. اي موضوع انتوا حابين نتكلم فيه بجانب المواضيع اللي احنا بنعرضها، او ظواهر، او مثلا شايفين مشاكل في المجتمع. طبعا احنا بيسمعنا ناس كتيرة من مجتمعات مختلفة، فلو في ظاهرة معينة او مشكلة اجتماعية عايزين نعرضها ونتكلم عليها ونشارك بعضنا فيها، اكتبوا لنا انتوا تحبوا نعرض ايه في الكومنت.
ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا وصفحتنا على الفيسبوك واللايك والشير وتفعيل الجرس، واشوفكم على خير في الحلقة القادمة بإذن الله، ومع السلامة.